اليوم غادي نحكي لكم على واحد القصه ديال الكونتيسه سميتها اليزابيث باتوري. هاد القصه دمويه ومرعبه بزاف. البدايه ديال اليزابيث باتوري. اليزابيث باتوري تزاد في 7 غشت 1560 فواحد العائله نبيله وغنيه بزاف في المجر اللي هي هنغاريا دابا. كانت من عائلة معروفة عندها قوة سياسية وعسكرية كبيرة، وحتى ملك بولندا ستيفان باتوري كان من العائلة ديالها. من صغرها كانت ذكية بزاف، ولكن في نفس الوقت كانوا كيقولوا بلي كانت عندها تصرفات غريبة وعجيبة، بحال انها كتحب تشوف الناس كيتعذبوا، كتلزز إلا شافت الناس كيتعذبوا. في عام 1575 وهي عندها 15 عام زوجت واحد القايد عسكري قوي سميتو فيرينك ناداستي، اللي كان كيشارك في حروب ديال ضد العثمانيين، حيت كان كيغيب بزاف في الحروب. خلاها بوحدها في القلعة ديالها، قلعة تشيتشا. هي كتكتب CHTECE ولكن تتنطق تشيتشا. وهذا الشيء خلاها تسير الأمور بطريقتها الخاصة. بداية الجرائم كانت عندها واحد عدد كبير ديال الخدم، ولكن كانت كتعاملهم بوحشية. في الأول كانت كتعاقبهم على الأخطاء الصغيرة بطرق مرعبة، بحال الضرب المبرح حتى الموت، التجويع والإهمال، التجميد في الثلج حتى الموت، حرق الجسد بالحديد السخون. ولكن مع الوقت ولات عندها رغبة غريبة في التعليم، وبدات كتمارس طرق أكثر وحشية في التنكيل بالخادمات الصغار. أسطورة الحمام ديال الدم. واحد النهار حسب الأسطورة واحد الخادمة كانت كتمشط الشعر ديال إليزابيث، ولكن شدات ليها الشعر بالغلط. إليزابيث غضبت بزاف وضرباتها حتى سال الدم على يديها. هنا لاحظت بلي الجلد ديالها حسب العقلية ديالها بلي ولا ناعم شوية من داك الدم، وهذا الشيء خلاها تقتنع بلي الدم البنات الصغار فيه سر الشباب الأبدي. من بعد هاد اللحظة ولات كتمارس طقوس مرعبة، حيت كانت كتاخد البنات الصغار تذبحهم وتدوش يعني كتستحم بالدم ديالهم باش تبقى شابة وزوينة. وهذا الشيء هو اللي عطاها لقب الكونتيسة الدموية. كيفاش شدوها؟ الإشاعات على الجرائم ديال إليزابيث بدات كتكبر، وخصوصا ملي ولات كتاخد بنات من العائلات النبيلة وماشي غير الخادمات. بعض العائلات الفقيرة يبداو كيشكوا في الموضوع، وبداو كيتسائلوا علاش بناتهم كيدخلوا القلعة وما كيرجعوش. الملك ماتياس الثاني ديال المجر سمع بهذا الشيء، وعين القايد جورجي طورزو باش يحقق في الموضوع.
1610. جورجي قرر يقتحم القلعة ديال إليزابيث، وملي دخل لقى واحد المشهد مرعب. جثث ديال البنات مدفونة في الساحة الخلفية، بنات مشرفات على الموت بسبب التعذيب، والأخريات مقتولات ومعلقات في وسط القلعة. هاد الأدلة كانت كافية باش يعتقلوها، ولكن حيت كانت هي من العائلة النبيلة ما تحكمتش علانية، وإنما تقرر باش يتم يحبسوها حتى تموت. عدد الضحايا ما كاينش رقم رسمي على عدد البنات اللي قتلتهم إليزابيث، ولكن بعض الشهادات في المحاكمة قالت باللي العدد الحقيقي يقدر يوصل ل 650 بنت. هذا الرقم جاء من شهادات ديال واحد الخادمة اللي لقاتو في واحد الدفتر اللي كانت إليزابيث كتسجل فيه الضحايا ديالها، ولكن بعض المؤرخين كيشكوا في هذا الرقم وكيقولوا باللي ممكن تكون قتلات بين 100 و 300 بنت، والعدد بقى غير معروف. فين سجلات وكيفاش مات؟ من بعد ما شدوها حبسوها في القلعة ديالها، قلعة شيتشا، فواحد البيت صغيرة. سدو شراجم بالحجر وداروا غير واحد الفتحة صغيرة باش يمدوا ليها الماكلة. قد عايشة في هاد الظروف لمدة 4 سنين حتى مات في 21 غشت 1614. العائلة ديالها إليزابيث كانت بنت جورج باتوري أنا باتوري، وعندها علاقة قرابة مع ستيفان باتوري ملك بولندا. تزوجت بفيرينك ناداستي، كان عندها 4 ديال ولاد معروفين: أنا ناداستي، كاتالين ناداستي، أورسيل ناداستي، بال ناداستي. الشخصيات المهمة في القضية: إليزابيث باتوري كونتيسا القاتلة، فيرينك ناداستي رجلها اللي كان محارب ولكن ما كانش كيعرف الجرائم ديالها، جورجي تورزو الحاكم اللي شدها وحبسها، الملك ماتياس الثاني ملك المجر اللي امر بالتحقيق فيها، انا طرفول واحد الخادمة كبيرة في السن اللي كانت مساعدة ديالها شاركت معها في التعذيب، كاتا، إليونا جو وفيتكو، هادو الخدم ديالها اللي كانوا كيساعدوها وتحكموا عليهم بالإعدام. الخاتمة: إليزابيث باتوري بقات وحدة من أخطر القتلة المتسلسلين في التاريخ، وسمعتها خلاتها تبقى أسطورة في الأدب والروايات والأفلام. بعض المؤرخين كيقولوا باللي القضية ديالها كان فيها شوية السياسة، وباللي ممكن تكون مجرد مؤامرة باش يسقطوها، ولكن الأدلة اللي لقاو في القلعة كتشير باللي الجرائم كانت